السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الهادي البكوش رئيس الوزراء التونسي الأسبق. سي الهادي، مرحبا بك. احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الاستقلال. رئيس الحكومة التونسي طه بن عمار ومعاه محمد المسمودي أمضوا على وثيقة الاستقلال. في الحقيقة كمناظرين الاستقلال الداخلي كنا نعمله ليه؟ يعني الحكم الذاتي، يعني الحكم الذاتي. الاستقلال التام جاء في وقت قصير، أقل من عام بعد الاستقلال الداخلي، بينما اتفاقيات الاستقلال الداخلي تقول وأن الأمن والقضاء ما يرجع للتونسيين إلى بعد 10 أو 20 سنة. نعم. فيه تسريع في التاريخ. ما هوش السبب هو النضال فقط والمقاومة. النضال والمقاومة أدوا الاستقلال الداخلي، أما بعد كان ممكن نبقى في الاستقلال الداخلي سنوات. ما الذي سرع وتيرة الاستقلال التام؟ الذي سرع هو أن في أول نوفمبر 55 اندلعت الثورة الجزائرية، وكانت ثورة عارمة وقوية، وكان الفرنسيين يخشوا أن تتحالف قوى المقاومة التونسية وقوى المقاومة المغربية مع القوى المقاومة، ويصعب على فرنسا مجابهة الثوار في كامل شمال أفريقيا. يعني هنا الثورة الجزائرية لها فضل على حصول تونس على الاستقلال التام طبعا في وقت قياسي وسريع. بالطبع كان فضل كبير. هي اللي قعدت الجزائر في تونس في غادي ماو آلاف الآلاف، سواء جند أو لاجئين. الأسلحة بكل أنواعها تأتي برعاية تونسية، يعملوا التدريب. حكومتهم في تونس كان فضل كبير، ولكن فضل الجزائر كان كذلك كبير، خاصة بالنسبة للمغرب. لما احنا خذينا الاستقلال الداخلي كان الفكرة عند الفرنسيين أن يبقيوا على بن عافا، وكان فكرة تخفيف على محمد الخامس. نعم. وأرجعوه لفرنسا على أساس يتخلى نهائيا عن الحكم ويعيش عيش هناء في فرنسا. ولكن وقعت عملية في أكتوبر 55، وفي تلك العملية التحم جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي، وخافوا الفرنساويين ما كان يرفضونه للمغرب. الاستقلال الذاتي، الحكم الذاتي قليل منه. لما التحم الجيشان الفرنسيين وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وبالتالي تونس كانت أسبق، وافقوا